مخرج تاع فيلم الأسير نور الدين علي، اللي نقدم له كل تحياتي لأنه عبقري في كل هو كاتب ومؤلف ومخرج وخريج سينما. فهو اللي كاتب الفيلم هذا الجزائري مصري. أسير هو من الأفلام السينمائية الهامة اللي نشوفوك فيها، يعني أنك جمعت كوكبة كبيرة من الفنانين المصريين الكبار اللي تعجز أي شركة إنتاج كبيرة أنها تجمعهم مع بعض. فكيف تمت هذه العملية، وكيف يعني كسبت ثقة النجوم الكبار حتى أنهم يشتغلوا معك ويمثلوا في فيلم اللي أنت من البطولة تاعك يعني؟ شوف، فيلم الأسير الحاجة المهمة فيه هي القضية اللي يطرحها. هو يطرح قضية التيار الديني المتشدد اللي عانينا كل الوطن العربي عانى منه، يعني في لعدة سنوات. في ناس ممكن في أفلامها طرحت التيار الديني المتشدد وأثروا على المجتمع، لكن الفيلم هذا أول مرة في تاريخ السينما العربية انه يطرح قضيه التشدد الديني واثره على الاسره. يعني هذوم الناس كيف عايشين مع الاسره تاعهم، اللي قاعد يكفر في الناس يعني برا في المجتمع، وش يعمل في الاسره تاعو، كيف عايش وكيف يتعامل مع اولاده مع اهله مع مراته. فشخصيتك انت تلبس اللحيه الكبيره الشيخ ادم. الشيخ ادم هو شوف، الجمهور راح يكرهني في الفيلم هذا، لكن انا من واجبي اني نقدم قضيه مهمه ونطرحها على في السينما العربية. وهذا دور السينما، لأن يقول لك السينما هي مرآة العصر. يعني كون ما تطرحش مواضيع مهمة تعالجها وتبدل قوانين وتعمل هكا، تسمى ما عندهاش أي قيمة تطرحها. فالفنانين المصريين النجمات الكبار في السينما أعجبهم الموضوع، لأن شوف أي فنان عنده ضعف قدام السيناريو الجيد والمكتوب جيد والقصة، تلقاه عنده ضعف. يعني ما فيش ولا نجمة مصرية ولا نجم مصري قرأ السيناريو وما وافقش عليه. وبعدين شفنا بدات الاختيارات. يعني انا شوف في الفيلم هذا جمعت كوكبه كبيره من المع نجوم السينما المصريه اللي عندهم تاريخ. يعني في مدام لوسي، عندك الفنانه عايده رياض، وفاء مكي، هند عاكف، غادة ابراهيم. يعني شوف، يعني الكوكبه هذه باش تجمعها انت في فيلم واحد صعب من ناحيه الميزانيه، وصعب من ناحيه التاقلم، وصعب من كل النواحي. لكن الحاجه اللي جمعتهم هي الفيلم والقصه تاع الفيلم واهميه الموضوع.